الخطوة الثالثة بقى بعد ما اخترت المحتوى اللي هتبدأ بيه، احنا خلاص حددنا وعرفنا انهي واحد اسهل لينا واريح لينا هنبدأ بيه ونعرف نحصل على المعلومات بسهولة. بعد ما اخترناه خلاص هنبدأ نتدرب، نعمل سكريبت كامل ليه، فيديو كامل، ونبدأ نتدرب عليه. لان في ناس اول ما بتقف قدام الكاميرا بيجيها رهبة وبتتوتر وبتقلق. هي دي تتدرب عليها ازاي؟ ممكن تتدرب قدام مراية، او ممكن تحط الكاميرا قدامك وتتدرب عليها، تصور وتعيد التصوير اكتر من مرة. مش شرط من اول مرة هو ده اللي يتنزل، ممكن تعيده اكتر من مرة، 2 و3 و4، مفيش مشاكل. احنا مش طايرين ورانا يعني، براحتنا خالص. برضو تخلي في بالك حاجة، ان مش من اول مرة هتطلع بالشكل اللي هو، لا يعني اكيد اول مرة هتبقى مكسوف ومخايف، غير تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة. كل مرة هيبقى في تطور وتحسن عن المرة اللي قبلها، ودي هتيجي مع الاستمرارية، وانك تستمر في صنع الفيديوهات على طول وما توقفش كتير. حاول انك تستمر لاكبر فترة ممكنة. يعني اكيد ما احنا كنا بتجينا ظروف وممكن نقف يعني، بس حاول ما تخليش فترات الوقوف كتير او كبيرة، يعني ما تخليهاش تبقى كبيرة. حاول تبقى مستمر على طول علشان انت حتى ادائك يتحسن قدام الكاميرا. واهم حاجة انك تعرفها انت وبتصور، انك تبقى على طبيعتك خالص. يعني ما تحاولش تتصنع قدام الكاميرا، لان مع الوقت هيبان للمشاهد ان انت بتتصنع. لا، بلاش تتصنع، خليك على طبيعتك خالص وريلاكس.